رزان تقول كيف تعرفون وقت وفاة الضحية؟ طيب يا رزان، وقت الوفاة اللي يقدره هو الطبيب الشرعي، لا هو المختص في الأدلة الجنائية ولا هو الشرطي ولا المحقق. وش الشرح ذا؟ ما فهمت. في أمرين يركز فيهم الطبيب الشرعي لمعرفة وقت وفاة الضحية. رقم واحد، العلامات الموجودة على الضحية. اثنين، العوامل المؤثرة على تلك العلامات. كيف؟ العلامات سلمك الله، درجة الحرارة، تيبس الرمي، ترسب الرمي، و5 مراحل التعفن حتى وصول الطور العظمي تاخذ الى 52 يوم. هذه ارقام ما هي بثابته، اللي 3 ساعات، 6 ساعات، 12 ساعه، 36 ساعه، بعدها تدخل في الايام والاسابيع الى الشهور. هذه ما هي بثابته، يعني حتى اصلا الحشرات من خلال مرحله حياه الحشره يقدر يعرف متى ماتت الضحيه. شوف كيف؟ انا بقول لك ترى هذه ما هي بثابته بسبب ان العوامل التي تؤثر على العلامات هذه، الحراره، الرطوبه، مكان الضحيه، هي ايضا تخلي الطبيب الشرعي في مرحله تحقيق خاص بينه وبين الجثه، بيحاول يخلي الجثه تتكلم باكبر قدر ممكن عشان يعرف الجواب ويعرف متى ماتت. بس. السلام عليكم.